نفسك تبدأ تعمل محتوى سواء جيمنج أو تعليمي أو إلى آخره، فأكيد السؤال اللي داير في دماغك دلوقتي هو أبدأ على أنهي منصة؟ هل أبدأ على تيك توك ولا يوتيوب ولا انستجرام ولا فيسبوك؟ الحقيقة الاختيار ده ممكن يحدد نجاحك أو فشلك بالكامل. بس استنى، قبل ما أقولك تختار إيه خلينا الأول نفهم المنصات دي شغالة إزاي أصلا. خلينا اشرح لك كل منصة كأنها شخصية ليها طابع مختلف. اولا تيك توك، وخلينا نكتب تحت تيك توك ملك السرعة والانتشار. تيك توك ببساطة هو عبارة عن آلة توزيع ضخمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المنصة دي مش مهتمة انت مين ولا عندك كام متابع، هي مهتمة بحاجة واحدة بس، الفيديو بتاعك اللي انت نزلته دلوقتي ده هل بيشد ولا لا. يعني بمعنى صح هي ملهاش دعوة بالصفحة بتاعتك، هي لها دعوة بالفيديو اللي انت نزلته دلوقتي. هي بتبدأ ان هي تعرضه على النت، لقيت ان الفيديو شد مع الناس واتفرجوا عليه وقت كتير وعملوا لايكس والكلام ده كله، بيبقى الفيديو بتاعك شد. طب لو شد هتلاقي فيديو جاب الاف او ملايين المشاهدات فجأة، حتى لو كان اول فيديو ليك. لكن لو مشدش محدش هيشوفه تقريبا، هو بص هتلاقي المشاهدات مش موجودة. طب ايه مميزات اليوتيوب وايه عيوبه؟ مميزات اليوتيوب انه اسرع منصة تكبر عليها في 2026، وانه مش محتاج جمهور علشان تبدأ، ومناسب لأي نوع محتوى سريع. وركز في كلمة محتوى سريع. طب ايه هي عيوبه؟ عيوبه ان الجمهور مش دايما وافي. عيبه التاني انه صعب تعتمد عليه كمصدر دخل اساسي، وخصوصا ان التيك توك عنده مشكلة ان هو مفيش ارباح بتنزل للتيك توك في مصر من المشاهدات. عايز تكسب من اللايفات، تفتح اللايفات ويجي لك هدايا وشغل الشحاتين ده من الاخر يعني، الا بقى من رحم رب زي ما بيقولوا. العيب التالت انه المحتوى عمره قصير. يعني ايه؟ يعني بمعنى صح يوم فوق ويوم تحت، يوم تلاقي الريتش عندك عالي ويوم تلاقي الريتش عندك واطي. زي ما بنشوف دلوقتي ناس مشاهير بيبقوا مشاهير توب، مرة واحدة تلاقيهم مش موجودين او ما تعرفهمش، او اول ما تشوفهم مثلا تقول يا انت لسه عايش. المنصة التانية وهي منصة يوتيوب. يوتيوب ونكتب تحتيه كده ملك الاستمرارية والفلوس. يوتيوب هو مختلف تماما، هو مش بيلعب لعبة السرعة، هو بيلعب لعبة الوقت الطويل. يعني ايه؟ يعني فيديو تنزله النهاردة ممكن يجيب مشاهدات بعد شهر، بعد سنة، او حتى بعد 5 سنين. مش زي التيك توك سريع، اللي هو انت نزلت الفيديو لا مش يبقى المشاهدات تجيلك النهاردة، لا ده مشاهداته بتيجي على بعيد شوية. ايه هي مميزاته وايه هي عيوبه؟ مميزات اليوتيوب ان هو افضل منصة لبناء جمهور حقيقي غير التيك توك. في ميزة ان هو ممكن يدخلك دخل كويس جدا يأمنك من الاعلانات. محتوى بيعيش طويل جدا، يعني ممكن تنزل الفيديو مثلا تبص تلاقي ان انت الفيديو الشهر ده جاب 10,000 وشهر بعد جاب 20,000، انت في كلتا الحالتين انت كسبان. غير التيك توك انت في لحظتها المشاهدات بتنزل وبتيجي عند حد معين وتقف. مناسب للفيديوهات الطويلة والقصيرة. خلينا نخش على العيوب. عيوبه ان النمو فيه او انك تكبر فيه بطيء شوية او ابطأ من الباقي، محتاج صبر ونفس طويل، بمعنى صح تكون بارد. انا اسف في اللفظ ولكن هو اليوتيوب عايز كده. العيب التالت هو اسوأ عيب فيهم، وان المنافسة فيه عالية جدا. فانت هتلاقي المحتوى اللي انت بتعمله في ممكن تلاقي 10 و20 ومليار واحد بيعمل نفس المحتوى. المنصة التالتة معانا وهي منصة انستجرام. منصة انستجرام مش احسن منصة للانتشار ومش احسن منصة للفلوس. هتقولي طب ايه هي فايدتها؟ اقول لك منصة انستجرام هي احسن منصة تبني نفسك كشخصية. يعني ايه؟ خلينا نشوف المميزات والعيوب وساعتها هتعرف. مميزات الانستجرام ان في تفاعل قوي مع المتابعين، يعني المتابعين بتوعك هيكونوا اوفياء ليك. الميزة التانية وانه مناسب انك تبني براند شخصي، مش براند اللي هو بمعنى براند ولوكال براند والكلام ده، لا براند بمعنى انت تبني نفسك، اللي هو مثلا علامة مميزة بمعنى أصح. يا رب تكون وصلت لك عشان أنا مش عارف أشرحها بصراحة. تالت حاجة فيه إن الريلز بتساعد في الانتشار. ريلز الانستجرام كويسة وبتعمل منها بورتفوليو كويس جدا لو انت بقى شغال شغل منتج والكلام ده كله. طب ايه هي عيوبه؟ عيوبه انك صعب جدا 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 انك تبدأ من الصفر. تاني عيب فيه انه مش قوي لو هتعتمد عليه لوحده. ليه؟ ان الانستجرام ضعيف جدا فوق ما تتخيل. تالت عيب فيه انه مش احسن حاجة للمحتوى الطويل، هو اساسه اصلا الشورتس والريلز ومش كويس فيها قوي كمان. رابع منصة معانا وانا اتعمدت ان انا اخليها اخر منصة وهي فيسبوك، وده العملاق اللي الناس بتنساه. ناس كتير بتستهين بفيسبوك بس الحقيقة هو لسه من أقوى المنصات خصوصا في الوطن العربي. طب ايه هي مميزاته وايه هي عيوب؟ مميزات الفيسبوك انه الجمهور عليه ضخم جدا
ولو بصيت دلوقتي هتلاقي ان 90% من الناس دلوقتي بقت بتتفرج على الفيسبوك اكتر ما بتتفرج على التيك توك. الميزة التانية فيه انه انتشار كويس جدا للفيديوهات. الميزة التالتة وانه مناسب للمحتوى العربي لان هو منتشر في العالم العربي بشكل كبير جدا. الميزة الرابعة اللي مش هتلاقيها عند ولا منصة من التلاتة التانيين، وهو ان في بث مباشر قوي وبيتنشر في ثواني، غير التيك توك وغير الانستجرام. طبعا التيك توك كده كده بس المشهد بتاعه ما بيتنشرش اصلا. ايه هي عيوبه؟ هي ما تعتبرش عيوب، هي حاجات سهلة بالنسبة للباقي. اول عيب انه محتاج تفهم نظامه، هو ليه سيستم ونظام معين محتاج ان انت تفهمه. طب لو فهمته اضمن لك ان انت هتتشهر في ثواني. عيبه التاني ان الجمهور متنوع جدا، مش كل الجمهور بيهتم بنفس الحاجة، في اكتر من نوع جمهور وكل جمهور مهتم بحاجة شكل. عيبه التالت وده يمكن اسوأ عيب فيه برضو، انه احيانا الريتش فيه بيبقى متقلب، برضه يوم فوق يوم تحت، وده طبيعة الفيديوهات عشان تبقى عارف. خلينا بقى نيجي للجزء الأهم دلوقتي، تختار ايه بناء على نوع المحتوى بتاعك. بص يا صديقي، لو هتعمل محتوى جيمنج أفضل اختيار ليك هو يوتيوب وتيك توك. طب ليه؟ يوتيوب تعمل عليه سلاسل ألعاب اللي هي تكون بلاي ليست، وتعمل عليه جيم بلاي، وتعمل عليه محتوى طويل. تيك توك تاخد كليبس سريعة أو كليبات سريعة وفيديوهات اللي هي 30 ثانية وكذا سريعة وتنزلها على تيك توك، أو تنزل مواقف مثلا مضحكة، او تنزل لقطات قوية. ممكن تمشي بالخطة اللي جاية دي، ان انت تعمل فيديو طويل على يوتيوب وتقص منه اللقطات، سواء ضحك بقى او لقطات كويسة وهكذا، وتنزلها على التيك توك. طب لو هتعمل محتوى تعليمي افضل اختيار ليك طبعا اساسي يوتيوب مع التيك توك والانستجرام. طب ليه؟ يوتيوب هتعمل شرح مفصل، وفي اليوتيوب الناس هتدور عليك بالاسم لما يشوف الفيديو بتاعك، وفي اليوتيوب الانتشار بيبقى اعلى في الفيديوهات الطويلة. اما انستجرام وتيك توك عشان تجيب ناس جديدة، تيك توك بيعمل انتشار واسع زي ما قلنا، فهتقدر ان انت تجيب ناس جديدة تشوف الفيديوهات بتاعتك. وعشان في التيك توك والانستجرام تبدأ انت تبسط معلوماتك للناس. معلومة مهمة تخلي بالك منها قوي، مش اي حد يقولها لك، المحتوى التعليمي بيبقى محتاج ثقة، ودي بتتبني على اليوتيوب الاول، بعد كده باقي المنصات. طب لو هتعمل محتوى كروي افضل اختيار ليك هو يوتيوب شورتس والتيك توك والفيسبوك. طب ليه؟ اول حاجه فيسبوك لان جمهور كروي ضخم جدا في الوطن العربي، بعد كده تيك توك لان فيه ترندات وتحليل سريع وانتشار اسرع واسرع. يوتيوب شورتس فيه الهايلايتس بتاعته بتكون سريعه شويه، وخلي بالك لان محتوى الكوره ده بيبقى بيعتمد على السرعه والترند. طب لو هتعمل محتوى ديني افضل اختيار لك فيسبوك ويوتيوب. ليه؟ اليوتيوب دروس طويله ومحتوى قيم يعيش، اما الفيسبوك وصول كبير للناس وانتشار قوي بين مختلف الأعمار. ممكن تستخدم تيك توك للمقاطع القصيرة المؤثرة. طب لو تعمل محتوى ترفيهي أو كوميدي أفضل اختيار ليك برضه هو يوتيوب شورتس انستجرام وتيك توك. ليه؟ لأن النوع ده برضه بيعتمد على السرعة والانتشار، والناس عايزة تضحك بسرعة وتعدي، مش عايزة فيديوهات تكون طويلة. وانصحك بشدة لو هتستخدم المحتوى بتاع الترفيه أو الكوميدي تخليك في تيك توك أكتر، لأن الناس في التيك توك بتعتمد على السرعة لأن هو بيقلب في ثواني. وفي الآخر ما تضيعش وقتك في التفكير الكتير، ابدأ بمنصة واحدة اتعلم، وبعدها ابدأ وسع بمنصات تانية، لأن النجاح في 2026 مش باللي بيخطط كتير، للي بينفذ وقت. النجاح للي بينزل محتوى فعلا ويبدأ بالتنفيذ على طول وينزل على طول. فأتمنى الفيديو يكون عجبكم ومكانش طولت عليكم. أنا حاولت أنزل الفيديو ده لأن طلب مني كتير، وناس دخلت لي في الدي ام وبعتت لي. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتترحم على والدي الله يرحمه ويغفر له يا رب. بس كده، سلام.